معظمنا كصيادلة وخصوصا بعد التخرج بيبقى محتار ومش عارف هو هيشتغل ايه، وبعدين بيقرر يشتغل كوميونيتي فارماسيست. ففجأة بيلاقي نفسه قدام كمية منتجات تجميل وعناية بالبشرة كتيرة جدا، وشركات تجميل أكتر. وفجأة العميل يجي يسأله هو المنتج ده لإيه وبستعمله إزاي، وهو مبقاش عارف يرد عليه. مش بيبقى عارف هي المشكلة ده منه ولا من إيه، ولا هي إيه سبب المشكلة دي. وبعدين بس أنت ما تقلقش، هي المشكلة دي مش منك. المشكلة إن محدش علمك إزاي تقرا منتج التجميل. مجرد بس ما تشوف العبوة التجميل تعرف هي العبوة دي إيه مميزاتها وبتستعمل إزاي. مجرد بس ما تشوف العبوة. إن شاء الله في المحاضرة دي هنعلمك إزاي تقرا العبوة بتاع منتجات التجميل. العبوة مش مجرد شكل جميل وديزاين، لا ده هي المفتاح عشان أفهم المنتج. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتعلم إزاي نعرف المنتج واستعمالاته بمجرد ما نشوف العبوة من بره. يلا بينا نتعلم ازاي نقرا المنتج. قبل ما نتكلم عن ازاي نقرا المنتج، في نقطة عايز انوه ليها. شركات التجميل بتمسك المشاكل التجميلية وتعمل لاينات. يعني مثلا البشرة الدهنية وحب الشباب بتبقى عامل لاين ليها، التفتيح عامل لاين ليها. اللاين ده عبارة عن ايه؟ اللاين ده عبارة عن منتجات بتحل المشكلة الموجودة دي، وازاي تمنع ان المشكلة دي تتكرر تاني. فممكن تلاقي في اللاين من منتجين لحد 10 منتجات في اللاين الواحد، وده طبيعي. نبدأ بقى نتعلم ازاي نقرا المنتج. عندنا منتج زي اللي ظهر قدامنا ده البايوديرما. البايوديرما دي شركة فرنسية ومعروفة، مش محتاجين ان احنا نتكلم عنها يعني. طب انا دلوقتي هعرف ازاي المنتج ده قدامي؟ هعرفه ازاي؟ اول حاجة ابص هنا في الوايت اوبجكتيف. ده بايوديرما، ده اللاين الوايت اوبجكتيف. الوايت اوبجكتيف معروف ان هو لاين الطبيب من البداية. طب انا ما اعرفش ان هو يعني ايه وايت اوبجكتيف، من تحت هنعرف هو استعماله ايه. ده لاين بتاعه، اللاين بتاعه. طب هو ايه في اللاين ده فيه اكتر من منتج. ده الرغوه الموجوده الموسي. طب بيستعمله ازاي، ولا هو ايه وظيفته؟ ده عباره عن غسول تفتيحي اللي هو الليبل بتاعه. طب هو بس غسول، بس غسول مواد بس؟ لا، ده ممكن يشتغل مقشر، ينفع البشر حساسه، بيشيل الدارك سبوت. جايب لك كل المواصفات الموجودة في المنتج، كل الحاجات اللي المنتج ده بيعملها هو كاتبها لك. يعني دي كلها الاستخدامات بتاعة المنتج هو كاتبها لك في المنتج. فهو انت كده عرفت ان ده اللاين كذا، وده تحت الاستعمالات بتاعته. بجانب بقى مكتوب عليه طب هي العبوة ديت انا مجرد ما بفتحها بتقعد الصلاحية قد ايه، بيبقى مكتوب عليها بس بتبقى من ورا مش واضحة في الصورة. وبيبقى في حاجات بتقعد 6 شهور، في حاجات بتقعد سنة، 9 شهور، على حسب، بس بتبقى مكتوبة من ورا. وتاريخ الصلاحية بيبقى مكتوب في الحتة دي في المنتج. فأنت كده مجرد أنت ما شفت المنتج عرفت هو لاين إيه وبيستعمل إيه. وخلي بالك كل شركة كل لاين بيبقى ليه لون معين. يعني اللون الرمادي ده لون التبييض أو لاين التبييض في البيوديرم. والوايت اوبجيكتيف موجود في بعض البلدان زي مصر، لكن السعودية موجود البيجمنت باي. يعني مثلا في البيوديرما الاخضر ده، لو الغطا بيبقى اخضر ده بتعرف ان المنتج ده للبشره الدهنيه. لو الغطا اتغير بازرق ده تعرف ان هو لاين بتاع البشره الجافه، اوتوديرما والصبية. طب الحاجات دي انت هتعرفها منين؟ اما انك بتجيب مثلا كتاب زي كتاب كوزموس بوت في الشركات المشهوره بس هتعرف بس شكل اللاين عامل ازاي، او انك تخش وتعمل سيرش وتدور على النت. يلا بينا نشوف المثال التاني ده. المتعارف عليه إن الإنجريدينت تبقى مكتوبة في ظهر المنتج من ورا، وبيكون ترتيبها من التركيز الأعلى للتركيز الأقل. لكن هو هنا كاتب أهم مكونات في التركيبة، كاتبها على الوصفة من بره. طب وده ليه؟ خلي بالك دي نقطة كويسة، إن أنت ده أصلا هيساعدك في إنك إزاي تبيع المنتج. يعني هو فيه فيتامين سي فيحفز إنتاج الكولاجين، هيبقى كويس في التفتيح، هيدينا ضرر البشرة. في فيتامين إي فده حلو للترطيب. في فيتامين بي 3، فالفيتامين بي 3 ده بيبقى حلو، بيقلل من الحساسية بتاعة البشرة. فأنت مجرد أصلا ما أنت بتشوف المنتج من بره بتعرف إزاي تبيعه، إيه الحاجات اللي من خلالها هتبيع المنتج. كل منتج بيبقى ليه دخلة بتعرفه بس من مجرد ان انت بس ما تشوف المنتج من بره. ده شرح للكلام اللي احنا قلناه.
ايه الفرق بين الكليم والليبل؟ الكليم ده هي الوظائف الأساسية أو أهم وظيفة المنتج ده هيعملها، إنما الليبل ده وظيفة، هو حاجات المنتج ده بيعملها بس هي مش الأساس، إنما الكليم هو ده الوظيفة الأساسية اللي المنتج ده معمول عشان. ده تدريب عملي على الكلام اللي احنا قلناه. وقف الفيديو وشوف المنتج ده هتعرف تتكلم عنه ولا لا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا بجد. بالتوفيق يا شباب.